لو بتحبوا تعملوا كيك ويطلع معاكوا طعمه حلو جدا وسهل وبسيط وكل مكونات متوفرة عندنا في البيت وكمان يرطب على قلبنا في حر الصيف اللي احنا فيه ده، عايزة اقول لكم ان مفيش احلى ولا اطعم ولا ألذ من كيكة الاناناس تقدروا تعملوها في الحر اللي احنا فيه ده وترطب على قلبكم. بجد يا جماعة جربتها وكانت خطيرة، طعمها حلو جدا وهشة قوي، بجد جميلة. يلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف انا عملتها ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو، انا اسمي نشوى السيد ودي قناتي. يا ريت لو عجبكم الفيديوز بتاعتي تعملوا لايك كتير قوي وشير كتير قوي للفيديو علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف عملنا الكيكة الرهيبة دي ازاي. كل المكونات الخطيرة دي يا جماعة كاتباها لكم بالتفصيل في الكابشن. 4 بيضات بدرجة حرارة المكان، هننزل بيهم في بول يكون نظيف وننزل عليهم بنص كمية السكر ونضرب السكر والبيض مع بعض كويس قوي على سرعة عالية، وهننزل ببقية كمية السكر ونكمل ضرب ونضرب بقى البيض والسكر مع بعض لحد السكر ما يختفي والبيض يبقى قوامه هش ولونه فاتح. نفضل نضرب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وهكمل ضرب. هفضل اضرب كويس قوي لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح وهش وكريمي معايا. وانا بضرب السكر والبيض مع بعض عندي كوباية من الزيت هنزل بيها على شكل خيط زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده. ليه؟ لاني عايزة الزيت يختفي جدا مع البيض والسكر وما يبانش ان احنا حاطين زيت خالص. هفضل اضرب كده لحد القوام ما يبقى هش وكريمي ولونه ابيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي 2.5 كوباية من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنخلهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده علشان نتأكد ان الدقيق مفيهوش اي تكتلات، وكمان عشان الدقيق يبقى هش وفلافي معايا. هنزل بنص كمية الدقيق وهقلب بالمكسر على سرعة هادية، وهنزل ببقية كمية الدقيق وهقلب برضو بالميكسر على سرعة هادية. عندي كوباية من الحليب سخنتها في الميكروويف ونزلت بيها على خليط الدقيق والبيض والسكر وقلبت كويس قوي بس على سرعة هادية. مهم جدا ان احنا نقلب على سرعة هادية، وكمان مهم ان احنا ما نبالغش في التقليب. انا كده خلاص خلصت الكيك، والكيك بقى جميل جدا وقوامه حلو جدا. شايفين قوامه ناعم ازاي؟ هنجيب قالب بايركس وهنغلفه بالزيت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وكمان هنجيب معلقة من الدقيق وننزل بيها في القالب بتاع الكيك ونغلف بيها قالب الكيك كويس قوي. مهم جدا الخطوة دي علشان ما تضيعش مجهودنا في عمل الكيك. هننزل بقى بخليط الكيك، شايفين لونه حلو وفاتح ازاي؟ هندخله بقى الفرن على درجة حرارة 180. الفرن ده أنا ولعته قبل ما أبدأ في الكيك، هنسيبها من 30 ل 35 دقيقة. فأثناء الكيك ما بيستوي عندي كوباية من الويبنج كريم تكون ساقعة من التلاجة، وعليها كمان كوباية من الكريم شانتيه. مهم جدا الخطوة دي. أنا حبيت أعمل ويبنج كريم مع الكريم شانتيه علشان القوام يطلع حلو وكثيف وكمان يطلع الطعم أحلى. هنضرب الاتنين مع بعض زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كمان انا عندي الكريم شانتيه اللي انا استخدمته من غير سكر، انا هنا مضطريه ان انا احط نص كوبايه من السكر البودر. حسيت وانا بضرب ان القوام تقيل معايا فنزلت بنص كوبايه من الحليب كامل الدسم وتكون ساقعه من التلاجة، وفضلت اضرب الويبنج كريم مع الكريم شانتيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. افضلوا بقى اضربوهم مع بعض بالشكل ده لحد ما تلاقوا ان الكريم شانتيه والويبنج كريم عاملين كده زي منقار او خيط طويل كده لفوق. هنحطه بقى في التلاجة وهنسيب الكريم شانتيه كده شوية في التلاجة، وبعد كده هنطلع الكيك. شايفين بقى الكيك طالع معايا جميل ازاي وهش ولونه حلو جدا. هنقلبه بقى على الرف الشبكي بتاع الكيك ده، او لو مش متوفر عندكم ممكن تقلبوه على اي حاجة. شايفين بقى لونه حلو ازاي؟ هنقلبه بقى على الجنب التاني وهنجيب سكينة ونشيل اي زوايد او اي لون غامق في الكيك. هنرجعها بقى للقالب اللي احنا عملنا فيه الكيك وهنسيبها تهدى شوية. فاثناء ما هي بتهدى هنجيب كوباية من الحليب وكمان عليها كوباية من الويبنج كريم وعليهم 4 أو 5 معالق من السكر البودر ونقلبهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. مهم جدا الخطوة دي علشان هنسقي بيها الكيك، وناخدها ونجيب بقى اي سكينة او اي شوكة نخرم بيها وننزل بالحليب والويبنج كريم على الكيك لحد ما نحس ان الكيك اتشرب معانا، ونبتدي ان احنا نجيب الكريم شانتيه اللي احنا عملناه وحطيناه في التلاجة وننزل بيه على الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
هنستخدم بقى سباتيولا او معلقه او اي حاجه تكون متوفره عندنا نفرد بيها الكريم شانتيه او الويبنج كريم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اعملوه بالظبط زي ما انا عملته كده. هناخد الكيك ده ونحطه في التلاجة شوية، ونرجع بقى نجيب الأناناس الجميل الخطير بتاعنا ده ونقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة ممكن تستخدموا أي نوع فاكهة يكون متوفر عندكم، مش لازم أناناس. هنبتدي ان احنا نرص الأناناس بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. رصوه بقى بالشكل أو بالطريقة اللي انتوا تحبوها. وممكن ان احنا نستخدم الأناناس ونستخدم معاه خوخ، نزلت عليها كمان بشوية من الكريز، زينتها كمان بشوية من الفستق كانوا متوفرين عندي. شايفين بقى يا جماعة الحلاوة والجمال؟ بجد دي مش وصفة يا جماعة، دي لوحة فنية. جربوا الوصفة دي ومتأكدة إنها تعجبكم جدا. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي شير ولايك للفيديو، وبألف هنا وشفا على قلوبكم، وكل سنة وانتوا طيبين.